بالنسبه لدور احمد رزق، حاسه ان هو كده يعني شبه صينيه المسقعه اللي فيها كذا حاجه. يعني لا، انا متعوده المسقعه فيها بتنجان وبطاطس وفلفل. لا، دي مسقعه فيها حاجات كتير. مش عارفه التبانه عرفتني. هو ناقصكي. حاسه ان هو كده قايم بدور غريب شويه. فكرني بمين؟ فكرني بالفنان الجميل قوي عادل امام. لما كان بيقول في الفيلم مره بيقول لها ايه، انت مقنتمه فوق مع عمرو خالد وتحت مع عمرو دياب. هو حاسه ان هو يعني قلب على كده ولا ايه؟ منين شيخ وبدقن وبيقول انا عايز اعمل فتوى. انت وصلنا الدرجه دي يا جماعه؟ فين الشيوخ بتوعنا يا جماعه يردوا على الكلام ده؟ فين شيوخنا يردوا على الكلام ده؟ في شباب وفي اطفال بتتفرج على الكلام ده يا جدعان. احنا وصلنا لمرحله من التدني في قله الاخلاق بطريقه بشعه. عايز يعمل فتوى عشان ازاي اتجوز مرات ابويا الجامده، وعمال يعمل سيرش على يقول ايه ويدور بقى يعني ينفع اتجوزها او مش. لو انا غيرت الديانه بيعمل بحث عشان يغير الديانه علشان يتجوز مرات ابوه. يا غرابي على الزمن الاسود اللي احنا بقينا فيه، يا لهوي. حسبي الله ونعم الوكيل. ضيعتوا علينا ثواب رمضان. انا اللي خلاني اتفرج على التلفزيون؟ ما انا كل مره اقول لا خلاص مش هتفرج على حاجه، كرهتوني في الدنيا.